شئت ام ابيت فامام عاشور خارج النادي الاهلي. هتقول لي امام عاشور خارج النادي الاهلي، هقول لك اهو، جدد ما جددش، عقده انتهى ما انتهاش، برضه امام عاشور خارج النادي الاهلي. هتقول لي ازاي ابو سمره؟ ده امام عاشور بيحب النادي الاهلي، ده وغنى مع جمهور النادي الاهلي الغزاله حمراء يا جدع، وبقى بيبوظ شعار النادي الاهلي. ازاي هيسيب النادي الاهلي ويمشي؟ قبل ما اقول لك ازاي، ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. امام عاشور خارج النادي الاهلي، لو اداره النادي الاهلي ما جددتش لامام عاشور بالمبلغ اللي هو عايزه، فامام عاشور هيشوف له اي عرض تاني ويجري ورا الدولارات. تقول لي ازاي يا ابو سمره؟ اقول لك عندك اتنين دلوقتي بيتخطوا ال 80 مليون، وامام عاشور باصص لهم، انا افضل لاعب في النادي الاهلي، وانا اللي جبت لك كل البطولات السنه اللي فاتت، وشهادتي الجميع عن افضل لاعب في افريقيا وفي الدوري المصري، وانا اللاعب اللي متدلع في النادي الاهلي، بخرج براحتي، بصيف براحتي، بتخانق جوه النادي وبره النادي براحتي، ومفيش حد بيقول لي تلت التلاته كام، لانكم عارفين انا اهم لاعب في الفريق. ده كله بان في كاس العالم للانديه، وبان في بدايه الدوري. النادي الاهلي من غير امام عاشور مش عارف يكسب ولا ماتش غير ماتش فاركو. امام عاشور كمان بص للعيبه اللي طلعت احتراف، وبص كمان لوسام ابو علي اللي طلع بمبلغ خرافي. قال لك وسام ابو علي مش افضل مني، وسام ابو علي اتمرد على الفريق، وكمان خرج وعمل اللي هو عايزه، وخرج وعقده لسه ما انتهاش مع النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي لو ما وافقتش ان انا اخرج من النادي، هعمل زي وسام ابو علي واخرج من النادي الاهلي. كمان ما سمعش كلام النادي الاهلي وراح تعاقد مع ادم وطني، اللي اداره النادي الاهلي حذرت اللاعبين من التعامل مع الوكيل ده بالذات، ان الوكيل ده هو اللي خرج محمد عبد المنعم للدوري الفرنسي وهو عنده 25 سنه، وكمان لعب للدرجه الاولى، وهو اللي خلى مصطفى محمد يستمر في الدوري الفرنسي، وهو اللي جاب عرض خرافي لوسام ابو علي ب 7.5 مليون دولار. كلنا شفنا التصريحات الاخيره لادم وطني ضد النادي الاهلي وفي مصلحه اللاعب، ولحد الان امام عاشور ما ردش على التصريحات دي ووقف تصريحات ادم وطني. كده امام عاشور عاجبه تصريحات ادم وطني وعايز يمشي من النادي الاهلي ويجي له اي عرض من بره، وهيحب الدولارات. شئت او ابيت فامام عاشور خارج النادي الاهلي، لو اداره النادي الاهلي ما وافقتش على شروط امام عاشور. ومن امتى اداره النادي الاهلي بتوافق على شروط اللعيبه؟ اتمنى اداره النادي الاهلي ترجع لصوابها من تاني وتخلي اللعيبه هي اللي توافق على شروط الاداره. فلو اداره النادي الاهلي ما ادتش امام عاشور المبلغ اللي هو عايزه، الوكيل بتاعه ادم وطني هيدور له على عرض خارجي وبمبلغ خرافي، هتخلي اداره النادي الاهلي توافق على رحيل امام عاشور غصب عنها. ان اداره النادي الاهلي لو ما وافقتش على العرض، اللاعب هيتمرد زيه زي وسام ابو علي وهيمشي غصب عن اداره النادي الاهلي. هتقول لي وسام ابو علي ما مشيش غصب عن الاداره، هقول لك لا، مش غصب عن اداره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كانت محتاجاه جدا جدا جدا، وكلنا شفنا لما وسام ابو علي مشي من النادي الاهلي ايه اللي حصل لهجوم النادي الاهلي. شئت او ابيت امام عاشور خارج النادي الاهلي بموافقه اداره النادي الاهلي او غصبا عنه. ما تنساش بقى تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. بس كده، يلا سلام.